الكل يتساءل من هو المراهق الذي استضافه نادي ريال مدريد اليوم قبل مباراته في الدوري الإسباني ضد إسبانيول برشلونة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، والذي حظي بشرف إعطاء ضربة البداية للمقابلة. الطفل اسمه عبد الرحيم أحيد من المغرب، وهو الناجي الوحيد وسط عائلته من زلزال الحوز الذي ضرب المغرب سنة 2023. عبد الرحيم في لحظة واحدة فقد كل شيء، والديه وإخوته وجدته أيضا، ولم يتبقى له أحد. انهار كل ما حوله فجأة ليجد نفسه وحيدا في مواجهة قسوة الحياة. لكن القصة لم تنتهي هنا. في أحد المقابلات التلفزيونية ظهر عبد الرحيم مرتديا قميص ريال مدريد الإسباني، وعيونه البريئة تخفي خلفها ألما كبيرا لا يمكن وصفه. تلك الصورة لمست قلوب المشجعين والملايين حول العالم، وخصوصا نادي ريال مدريد الذي لم تمر عليه مرور الكرام. النادي الملكي قرر أن يمنح عبد الرحيم ما هو أكثر من مجرد تعاطف، منحه عائلة جديدة وفرصة جديدة في الحياة، وأملا وحلما يتمناه كل عاشق لنادي ريال مدريد. واليوم وقف عبد الرحيم على عشب سانتياغو برنابيو ليس كمشجع فقط، بل كرمز للأمل والإصرار، وليظهر لنا نادي ريال مدريد مرة أخرى أنه أكثر من مجرد نادي. والله المستعان، والسلام عليكم.